جدك بنى، ابوه كبر، انت هتعمل ايه؟ في حاجه اسمها لعنه الجيل الثالث. واسالني انا، حسب الابحاث حوالي 70% من الشركات العائليه بتفشل في الجيل الثاني و90% بتموت في الجيل الثالث. ليه؟ الجد بنى من الصفر، كان جعان للنجاح. الاب كبر، كان عايز يثبت نفسه، لكن الحفيد لقى كل حاجه جاهزه قدامه. مفيش شغف للنجاح، مفيش ايام جوع، مفيش صراعات، مش بيطور من نفسه ولا بيطور من الشركه، وده اللي بيخلي الشركه تموت. انا عايش التجربه دي وموجود في شركه عائليه اتعملت من 1968 وكمان من الجيل الثالث. اسم كبير، سمعه قويه، عملاء كتير، كان ممكن اقعد مرتاح، لكن كنت عارف ان ده طريق الموت البطيء. الجيل الثالث عنده 3 اختيارات بس. الاختيار الاول اللي هو الوارث الكسول، ياخد الشركه يستهلك منها لحد ما تموت. وامثله كتير من حوالينا، علامات تجاريه ومحلات معروفه كانت في القمه. الجيل الثالث قعد يعيش على السمعه دي وما طورش. النتيجه كانت ايه؟ المحلات قفلت واحد ورا التاني لحد ما اختفت. الاختيار الثاني الثائر المتهور، اللي هو انا هغير كل حاجه، يرغي التقاليد، يتجاهل الخبره، يجرب حاجات بدون فهم. امثله شركات اشترتها صناديق استثمار او ابناء عايزين يدخلوها سريعا في مجالات مش فاهمينها، وفي سنين قليله الشركه فقدت هويتها. الاختيار الثالث اللي هو القائد الواعي، يحترم التقاليد لكن يطورها، يحافظ على الاساس ويبني فوقه، يوازن بين القديم والجديد. وده اللي انا اخترته. ازاي؟ اولا فهمت التاريخ، درست الشركه، عرفت جدي بنى ازاي وابويا واخواته كبروا ازاي، فهمت القيم اللي خلتها تعيش وتستمر. 2 طورت الادوات، الاساس ما اتغيرش، الادوات اتحدثت، تكنولوجيا، منصات رقميه، طرق تواصل جديده. 3 حاجه بنيت هويه، مش بس فلان ابن فلان او حفيد فلان، انا سعد، عندي رؤيه، عندي اضافه، عندي بصمه. الشركات العائليه مش بتموت عشان السوق صعب، لا، بتموت علشان الجيل الجديد ما عرفش يتعامل مع المسؤوليه. الفرق كبير جدا بين الوارث والقائد. الوارث بياخد ويستهلك، لكن القائد بياخد ويبني. لو انت من الجيل الثالث في عيلتك، اكتب قائد في التعليقات والتزم بيها.